مرحله ان احنا مش لاقيين حد. يا كولر تعرف تجيب لنا حد؟ اجيب لكم، بس اجيب لكم حد هنمشي نفسنا بيه لحد ما نجيب مهاجم، وجبنا مودست بس يا سيدي. وقصه مودست دي، مودست مش هو تلبيسه كولر، لا، اداره الاهلي هي اللي لبست كولر ان هو يروح يجيب مودست، عشان نكون واضحين وصريحين مع بعض. طبعا عبد القادر وديانج، عبد القادر وديانج، مين اللي نجم احمد عبد القادر وخلاه هو اهم لاعب في الفرقه؟ وجود مارسيل كولر. مين اللي ما قدرش يطور اليو ديانج عشان اليو ديانج غير قابل للتطوير؟ هو مارسيل كولر برضه. مين اللي كان اول ما جه كان عنده نفس يشتغل وكان عايز يعمل معاك تاريخ وقدر يعمل معاك تاريخ، وانت عن جداره واستحقاق وعن عظمه وتخطيط اداره لجنه التخطيط تحسب عليه قدرت ان انت توصله للمرحله دي؟ هو مارسيل كولر. اراهنك على اللي انت عايزه انه بعد رحيل كولر وانا هو انت هو ربنا يدينا طول العمر يطلع ناس يقول لك كولر هو اللي كان رافض تواجد محمد علي بن رمضان. يا باشا اسمع مني، ما اتقال على موسيماني نفس الكلام، اتقال لك اصل هو رفض رحيمي. مشكلتي مع اداره النادي الاهلي هي ان هي بتحط نفسها في قصه